مصر ليه بتحتفل يوم 21 اكتوبر بعيد البحريه المصريه؟ في الاول كده يا صديقي محتاجين نحط قاعده تبقى عارفها وانت بتشوف الفيديو، ان من ساعه ما تم انشاء البحريه المصريه وهي متفوقه على البحريه الاسرائيليه بمراحل. طيب ايه اللي حصل في اليوم ده وليه يوم 21 اكتوبر بالتحديد؟ وهتتفاجئ لما تعرف سنه كام. سنه 67. ايوه السنه اللي حصل فيها النكسه، وفي شهر اكتوبر كمان. هل مصر يعني بتحتفل بالخساره؟ اكيد طبعا لا. في اليوم ده حصل بطوله عظيمه للبحريه المصريه هتفضل مخلده في التاريخ العسكري كله، يوم اغراق المدمره ايلات، واللي بالمناسبه ملهاش اي علاقه بفيلم الطريق الى ايلات، دي مينا ودي سفينه. المدمره ايلات دي بقى قصتها ايه؟ العدو بعد نكسه 67 كان كل يوم بيعدي بالبحريه بتاعته قرب شواطئ بورسعيد، يعني بيستعرض قوته وبيروح ناحيه القناه وبيضرب ضربتين بالمدافع معتمد ان مصر انهزمت خلاص، واكيد مش هتعرف ترد، وبيتكرر تحرش العدو بمواني مصر. وفي يوم 21 اكتوبر بتصدر الاوامر للانشين صغيرين علشان يردوا على استعراض العدو ويلقنوه درس عمرهم ما ينسوه. لانشين؟ ازاي لانشين صغيرين يقفوا قدام مدمره عملاقه لجيش منتصر؟ المعروف في اي حرب بحريه ان المدمره بيواجهها مدمره زيها، لكن مصر بتثبت ان المستحيل مش في قوامسها، وان الاراده المصريه غير قابله للهزيمه. لانشين صغيرين ضربوا واغرقوا مدمره كبيره، وبقت استراتيجيه جديده في البحريات بيتم تدريسها في الكليات والمعاهد العسكريه. حكايه البطل النقيب احمد شاكر ولطفي جاب الله، ابطال معركه المدمره ايلات، غامروا بحياتهم عشان يستردوا الكرامه ويثبتوا اننا ما اتهزمناش في 67، احنا ما حاربناش اصلا. والاول مره في التاريخ العسكري بيتم استخدام صواريخ سطح ضد مدمره وبيغرقها. هل العمليه دي ليها علاقه بفيلم الطريق الى ايلات؟ اقول لك ان الفيلم اللي بطوله عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي ملوش اي علاقه بالعمليه دي، وانه بيحكي عن عمليه مختلفه حصلت في حرب الاستنزاف سنه 69. مجموعه ضفادع بشريه مصريه هاجمت ميناء ايلات الموجوده على البحر الاحمر ودمرت سفينتين للعدو. هحكي لكم قصته بس في فيديو جاي، لان مصر هجمت على ميناء ايلات ده مش مره ولا مرتين، دول 3 مرات. كل ما نبقى فاضيين نبعت ضفادع بشريه تضرب وترجع تاني. الحكايه زي ما بتحكيها الجرايد في وقتها وعلى لسان ابطالها، وكمان روايه ايمان بنت النقيب احمد شاكر اللي حكيت لي في حوار سابق معاها القصه كامله. الامر بالاشتباك صدر وتم الغائه، وده خلى كل قوه اللانشات عايزه تنتقم وزود روح الفداء جواهم. النقيب شاكر خلال العمليه قام بقطع الاتصال اللاسلكي مع القياده وقتها علشان اعتبرها عمليه فدائيه، رايح ومش راجع غير بتحقيق الهدف. اللانشات دي كانت جايه من الاتحاد السوفيتي وما كانتش مصممه انها تشتبك مع قطع بحريه اكبر منها. اللانشين مشيوا في خطوط غير مستقيمه ومتعرجه علشان يهربوا من رادار العدو، ومشيوا بسرعه بطيئه علشان يبانوا كمركب صيد عادي صغير. بيضربوا صاروخين على المدمره وبتغرق في ثواني. بعد نجاح العمليه قابلوا الزعيم جمال عبد الناصر وبياخدوا منه نوط الشرف. وفي كتابه الرحله الاخيره للمدمره ايلات قال المقدم بحري اسرائيلي اسحاق شوشان اللي كان قائد المدمره ايلات وقتها، كان بيلوم المخابرات الاسرائيليه بانها كانت السبب في اغراق المدمره علشان ما توقعتش الهجوم ده. بيحكي وبيقول ان لما المدمره قربت من شط بورسعيد طلع للسطح علشان يشوف مدينه بورسعيد لانها كانت ساحره وقت الغروب زي ما بيقول في الكتاب. فجاه سمع صوت ضابط الرادار بيصوت ويقول في صاروخ جاي علينا. هنا بياخد المنظار بتاعه وبيشوف الصاروخ فعلا جاي ناحيه السفينه، وبعدها بثواني قليله صاروخ تاني بيضربها في المنتصف علشان تبدا المدمره في الغرق، واللي بالمناسبه راقده لحد دلوقتي في قاع المتوسط على سواحل بورسعيد. وبيكمل وبيقول انه بنجاح اغراق المدمره ايلات باستخدام لانشات صواريخ صغيره اتغير فكر البحريه العسكريه في العالم كله، واتجهت للقطع البحريه الصغيره في مسارح العمليات القريبه. سفينه العدو العملاقه كانت بتستعرض قوتها وبتستفز المصريين، لانشين صغيرين قدروا يغرقوا المدمره في ثواني. بعد ساعات من العمليه طلبت اسرائيل الاذن من مصر بالانقاذ. مصر وافقت انسانيا رغم الفرصه للقضاء عليهم ونسف كل القوه اللي راح تنقذهم، بس ما عملناش كده عشان احنا لا بنخلف عهد ولا وعد. خسائر العدو بقى كانت كام وقتها؟ اكتر من 100 فرد على السفينه، من ضمنهم طلاب البحريه الاسرائيليه، واللي كانوا واخدينهم عشان يشوفوا ازاي هزموا المصريين، فكانت نهايتهم. وده اول انتصار للبحريه المصريه بعد النكسه، واللي رد الثقه للجيش والشعب وغير مفاهيم القتال البحري للابد. وتم اختيار يوم 21 اكتوبر عيد للقوات البحريه بسبب بساله وشجاعه ابطالها. طيب سؤال مهم، البحريه المصريه اخبارها ايه بقى دلوقتي؟ مصر يا صديقي عندها اسطول بحري قوي بيفرض سيطرته على البحرين المتوسط والاحمر، والبحريه المصريه اتطورت بشكل مذهل علشان تبقى من اقوى القوات البحريه في الشرق الاوسط وافريقيا، وبتحتل المركز 22 في البحريه العالميه بعدد قطع 150 قطعه، وبتتفوق على البحريه الاسرائيليه اللي في المركز ال 49 ب 62 قطعه بس. وكمان بتتفوق انها الدوله الوحيده في المنطقه اللي عندها حاملتين
بين الطائرات المسترال. ده غير التفوق النوعي في الغواصات، وعندنا 4 غواصات ألمانية تايب 209، وكمان لانشات حديثة وفرقاطات من أحدث القطع البحرية في العالم، واللي بعضها تم تصنيعه في مصر في ترسانة اسكندرية البحرية. مصر استوعبت الدرس من 67. التطوير والتحديث بقى من سمة الجيش المصري. تدريب يومي لكل فرد في الجيش والحفاظ على كفاءته القتالية هو ده سر تفوق جيش مصر. تحية للنقيب البطل الراحل أحمد شاكر والنقيب البطل الراحل لطفي جد الله، قائدة لانشات الصواريخ ومعاونيهم اللي نجحوا في تغيير نظريات العسكرية مش في مصر بل في العالم كله. في عيد البحرية المصرية ربنا يرحم شهدائنا ويحمي مصر وجيشها.